السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي أنت بتشوفني فيه. النهاردة مش هنعمل أكلة جديدة ولا هنعمل وصفة جديدة، بس أنا حبيت أشارككم الحاجة اللي أنا جبتها، وزي ما أنا استفدت حبيت أفيدكم. هقول لكم الحاجة كلها بالأسعار، جبتها منين، إيه المكان السري اللي أنا اكتشفته في الموسك هناك، أسعار خرافية جدا وجميلة جدا. هقول لكم طقم الجرانيت ده جبته بكام، هنشوف مع بعض الطقم ده مكون من إيه، وفيه كام قطعة، وسعره إيه بالظبط، وإيه المكان اللي أنا اشتريت منه. الطقم ده مكون من 4 حلل، والطاسة اللي انتوا شايفينها دي أهم حاجة تخيل الطاسة زي ما انتوا شايفينها. دي الحلة الصغيرة مقاس 18. دي بتنفع ممكن تعمل فيها جيلي، ممكن تعمل كريم كراميل شوية شوربة صغيرين. دي مقاس 18 اهي، عليها الختم بتاعها من تحت. الصناعة بتاعتها تركي. دي مقاس 18. وأهم حاجة يكون الختم بتاعها يكون بارز، ما يكونش طباعة دي متاخدهاش. طقم الحلل ده الإيد بتاعته مسمار مش صب. دي الحلة اللي بعديها، دي مقاس 20، برضو كويسة جدا، مساحتها حلوة. أهم حاجة برضو تشوف كده الجرانيت بتاعك يكون ناعم من جوه، ما يكونش مخربش. ودي الحلة اللي بعديها مقاس 22، وأكبر حاجة مقاس 24. مقاس 24 دي ممتازة بقى، ممكن سلق لحمة، هتسلق فيها فراخ. هنستخدم أكيد طبعا 24 ومقاس 22 و20. ده مكان التوزيع الحراري بتاعها من تحت، والختم برضو موجود عليها. بصراحة الطعم حلو أوي مش وحش، يعتبر في الفئة المتوسطة من الجرانيت. في طبعا أعلى من كده وفي أقل من كده. دي سعرها ال4 حلل دول بالطاسة، أنا واخدهم ب950 جنيه. دي كده الطاسة بتاعتنا اللي خدناها معاها، جاية مع الطقم مطلعة. دي جميلة جدا، تعمل برجر فيها، تعمل سجق، تعمل كبدة. بما إني كنت أفضل إنها تكون مدورة، بس اللي جاية مع الطقم اللي هي المربعة دي. طب إيه الماركات اللي أحسن موجودة من التركي؟ الأحسن من التركي نوع اسمه نيو فلام، ده كوري. ال20 قطعة بيعمل 5800 جنيه. الطقم الكوري ده فيه منه ال20 وال15 وال12. أقل سعر فيه بيعمل حوالي 2000 جنيه. اسم طقم الجرانيت اللي أنا جبته هيظهر قدامكم دلوقتي عشان أنا مش متذكر الاسم بصراحة. ده الطقم أهو، صورة الكرتونة بتاعته. هنشوف بقى الحاجات اللي أنا جبتها التاني، بعض رفايع في المحلات برضو الموجودة هناك في حمام التلات. حاجات بصراحة يا جماعة أسعارها جميلة جدا، بس برضو لازم تفاصل. يعني مش كل المحلات بتبيع بنفس السعر. يعني في حاجات دخلت محل قال ب25 جنيه، محل تاني نفس الخامة ونفس الكواليتي هي ب10 جنيه. أنا في حاجات دلوقتي هوريها لكم انتوا مش هتصدقوا سعرها، يعني مش هتصدقوا ان الحاجات دي موجودة بالأسعار دي يعني. بس المحلات الكبيرة بره بتبيع بأسعار أغلى بكتير من اللي انت ممكن تشتري بيها من عند الجماعة بتوع الجملة اللي في حمام التلات. الحاجات دي كانت موجودة عندي، بس أنا كنت حابب إن أنا أجدد في الحاجة دي. ممكن حد يطلع دلوقتي يقول لي يا عم أنت بتصور الحاجة دي، طيب عشان خاطر انا استفدت وحابب ان انا افيدكم، لان انا حاسس ان انتوا اهلي وحاسس ان انتوا اخواتي، فانا حابب ان انا افيدكم. ممكن تكون حد عايز يشتري حاجه يروح يتدبس في سعر اغلى، ممكن حد يكون بيجهز بنته وعايز يجيب له حاجه. زي ما انا استفدت حابب ان انا افيدكم برضه معايا. يعني بصوا يا جماعه دلوقتي الطاسه دي، تتخيل ان الطاسه دي ب 22 جنيه. السعر عليها انا سايب السعر عليها اهو، 22 جنيه. جبتها منين يا عم محمد؟ انا جبتها من محل الهلال والنجمه اللي موجود في الموسكي. الطاسه دي فرز تاني، لكن بص كده يا جماعه ما فيهاش اي حاجه، من تحت تقيله جدا، هي مقاسها صغير، ولا تسوى 22 جنيه يعني. دي تستخدميها لطشه ملوخيه، تستخدميها في اي حاجه عايزها، تحمير لسان عصفور، اي حاجه. وعندنا الطاسه دي حلوه جدا، تقيله جدا، ما فيهاش اي مشكله. دي برضو فرز تاني من الهلال والنجمه برضو اللي في الموسكي. بصوا كام يا جماعه، ب 54 جنيه. يعني كلام فاضي، انا شفت اختها بره بيقولوا ب 200 جنيه، ولا فيها اي مشكله، وجربتها ممتازه جدا. يعني انا قبل ما اعرضها عليكم انا جربتها. الصينيه دي برضو، دي بقى اللي باين فيها ان هي فرز تاني، انا اوريكم فيها ايه.
ممتازة جدا برضو، مفيهاش اي حاجة من تحت اهي. بكام دي؟ 63 جنيه. دي ب 63 جنيه. وفي هناك صواني برضو حجم اقل شوية ب50 جنيه. دي المشكلة بتاعتها فيها نقرة في الوش، بس هي مظهرتش معايا في التصوير، يمكن فيها نقرة صغيرة جدا. طقم الاسباتشيول دون جميل جدا. التلاتة دول ب50 جنيه. انا حبيت اللي هي ايديها خشب دي لانها طويلة وجميلة جدا وعملية. انا بشيل ده كله عشان اوريكم ان ده ممكن يتغسل. محدش يغسل الخشب يا جماعة، هتبوظ منك. الخشب ده لو طاله مية في الغسيل هيبوظ. احنا بنخلعها بالطريقة دي، وبتغسليها بشوية مية سخنة وتركبيها تانية ما تنشف. يعني انا بالنسبة لي دي عملية اكتر من البلاستيك. ممتازة جدا. السكينة دي هاي كوبي، دي السكينة السويسري. طبعا اكيد حد عارفها منكم. المقبض بتاعها خشب، ممتازة. بصوا عاملة ازاي، ما بتهزرش. معمولة ليزر، كلها مشطوفة ليزر. السلاح كله ليزر. السلاح بتاعها نفسه واخد كيرف من قدام زي ما انتم شايفينه كده. مقبض مريح جدا، شايفين التجزيعة بتاعته مريحة في الماسك جدا. كلها ليزر. بكام دي؟ مش هتصدقوا سعرها بصراحة. دي انا واخدها ب20 جنيه. شايفين النصل الكيرف بتاعه، سهلة جدا معاكي في التقطيع. بس طبعا محدش يقطع بيها على الرخامة. لو قطعتي بيها على الرخامة خلاص كده باظت منك. اكتر حاجة تبوظ السكاكين ان انت تقطعي على الرخام. لازم قدامك الكاتن بورد او القطاعة بتاعتك. دي صفاية التوابل اللي احنا بنحط فيها التوابل ونحطها جوه الشوربة، عشان تسهل علينا ان احنا نطلع الحاجة دي من الشوربة بعد كده. دي جميلة جدا وعملية جدا. طبعا دي سعرها انا لقيتها في المحل ب25 جنيه. بره لقيت واحد فارش خدتها منه ب10 جنيه. دي حاجة عملية جدا وجميلة جدا. بتتفتح بالطريقة دي، تحط كل الحاجة بتاعتك جواها وتقفليها. وليها علقة كده بتتعلق على حرف الحلة اللي انت بتشتغلي بيها. في مشبك كده صغير كده اهو، هوريها لكم. هو ده. دي برضو حاجة جميلة جدا وعجباني. في ايه تاني جبناه؟ بتاعت البرجر دي بتاعت البيض. دي برضو لقيت الراجل بيبيعها ب10 جنيه. على فكرة يا جماعة أنا بشجع الناس اللي هي بتبقى فرشة في الشارع أكتر من المحلات والله. كل الحاجات دي الرفيعة دي خدتها من عندهم أغلبيتها. الفرادة دي الفرادة دي جميلة جدا وعملية. دي بتستخدميها للمعجنات الصغيرة. حلوة على قد الرخامة بتاعتك، مش هتضايقك في المساحة بتاعتها. سعرها حلو، 15 جنيه. أنا عندي الكبيرة بتاعتها، بس أنا دي عجبتني، حجمها صغير وممكن أستعمل بيها في أي حاجة، في فطاير، في معجنات، في أي حاجة. ممتازة. تاخد برضو الإيديها كلها خشب، ما تاخدش اللي فيها بلاستيك. وجبت كمان الطقم بتاع تنظيف السمك دون 3 قطع. دول بيتباعوا ب10 جنيه. الطقم ده يا جماعة تخلي بالكم منه، في نوعين. في نوع الشعر بتاعه اللي جوه ده ناشف كده، ممتاز جدا. وفي نوع نفس الشكل، في نوع تاني بيتباع نفس الشكل كده بس مرن جدا، الشعر بتاعه مرن مش ناشف زي ده. دي طبعا كلنا عارفينها، دي اللي هي بتاعت مبشرة بتاع جوز الطيب. عجبتني أوي، لقيتها حلوة كده وكيوت وصغننة كده، خدتها منه. دي بكام دي خدتها منه ب5 جنيه. دي القطاعة دي بتاعت الليفت. تقطع بيها لفت، تقطع بيها بطاطس، تقطع اي حاجة بيها. ممكن تعملي بيها جرنش لأي حاجة تانية. جميلة جدا وعملية. ب5 جنيه برضه. طبعا كلام يعني لا يذكر يعني. طبعا كل الحاجات دي لقيت واحد واقف اشتريتها منه كده من على الفرش بتاعته. الطبق ده انا جبته من محل. اهم حاجة يا جماعة الطبق ده وانتوا بتشتروه تتأكدوا كده زي ما انا بعمل كده، يكون ناشف ما يكونش مرن. وتأكد منه ان من جوه يكون ناعم، ما يكونش مضلع. القاعدة بتاعته من تحت اللي هي دي تتك عليها بإيدك كده تكون ناشفة. الطبق ده انا واخده ب20 جنيه. الحرف بتاعه محمل اهو، في بلاستيك خفيف وفي منه تقيل. اتأكد من الطبق وانت بتاخده، متخليش البياع يديك اي حاجة. طقم المعالق ده، دي دستة. دي كانت اللهم صل على النبي حوالي 20 جنيه. والصغير برضو ب20 جنيه. في ايه تاني معانا؟ ملحتين. انا جبتهم الاهلي والزمالك. دول عجبوني قوي، شكلهم حلو قوي فجبتهم معايا. جبني ايه تاني؟ دي فرشة التنظيف اللي هي بتاعت الصحون والاطباق.
جميلة جدا وفكرتها حلوة أوي، عجبتني يعني بصراحة. تتحط من جوه فيها الصابون، وفي الزرار ده تدوس عليه ينزل الصابون جوه، تشتغلي بيها على طول. تتفك بالطريقة دي. بتملي هنا الصابون السائل بتاعك، وتقفل الغطا بتاعها كده عليها بالظبط كده. والفرشة دي بتبليها بالمية من قدام، وتدوسي ضغطة على الزرار اللي ورا ده، وتبدأ تستعمليها. سهلة جدا معاكي في الاستعمال. دي كانت بكام؟ دي كانت ب15 جنيه. والاستيكر ده انا لقيته برضو شكله حلو كده، جبته للبوتاجاز. طبعا تخلي بالك وانت بتشتري، لان في منه مقاسات. في منه ال4 عين، بوتاجاز 4 عين، وفي اللي هو ال5 عين. تشوف المقاس اللي يناسبك مكتوب عليه. انا ببص على المقاس اهو، ده دي الماركة، المقاس مكتوب تحت اهو، وعليه رسمة كده هو بيقولك ان كان ده ال4 عين ولا ال5 عين. ده المقاس بتاعه اهو، وشكل البوتاجاز 4 عين او 5 عين. شكله حلو ونوع من التغيير، وبيدي منظر حلو برضه للبوتاجاز، وبتحافظ عليه من الدهون. ولما الزقه هفرجكوا عليه شكله ايه في النهاية خالص. نيجي بقى لأهم حاجة في الموضوع ده كله، القطعة. القطعة دي في منها 3 أنواع عندك في السوق، وتخلي بالك من نوع الخشب اللي انت بتشتروه. انا هشرح لك كده على اللي معايا وانت هتعرف. اهم حاجة تكون من الجنب كده هون الخشب حتة واحدة. ما ببصش من الجنب الاقي الواح خشب على بعضها. ده خشب اللي هو MDF. طبعا ده حاجة سيئة جدا، بما انها خشب لو جت عليها مية فهتبوظ منك بسرعة. لكن ده خشب مصمت. هتبص للحلقة اللي بتعلق منها دي، تكون مضغوطة جوه الخشب، ما يكونش مسمار مربوط. دي سعرها كام؟ دي انا خدتها من الراجل بالعافية بحوالي 50 جنيه. لو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسانيش بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. متشكرين جدا ليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.